الحرامي بيسرق عقده وبيلبسه البنت ما يعرفهاش وبيطلع يجري، والبوليس بيطلع يجري وراه، ولما حبيبها بيجي بيستغرب وبيقول لها انت جبت السلسله دي منين؟ وبتقول له ثانيه وهجيلك، وبتروح تدور على البوليس عشان تديهم السلسله، بس في ظابط بيشوف السلسله اللي معاها فبيكلبش ايديها وبتقول له انا ماليش دعوه، وبيقول لها الكلام ده تقوليه في الاسم. ولما بركبها العربيه بيطلع ان ده الحرامي اللي لبسها السلسله، وبتستغرب جدا عشان سرق كمان لبس الظابط والعربيه بتاعتهم، وبيطلع حرامي محترف جدا. ولما بيطلب منها سلسله بتقول له لا دي هترجع للبوليس، وبيقول لها ماشي تعالي معايا، وبياخدها على مكان بعيد قوي، والبنت بتخاف وبتقول له خدها خلاص بس نزلني. وبعد ما بتنزل بتلاقي نفسها في حته مقطوعه وما فيهاش عربيات، وبتطلب منه انها ترن على حبيبها. ولما بترن على حبيبها بتلاقي واحده ردت عليها، ولما سالتها انت مين وتقول انا خطيبته النهارده فرحنا، وبتفضل تعيط عشان بيضحك عليها ومعشمها بالجواز. والولد الحرامي بيقول انت لازم تنتقمي منه. وبعد ما بيروحوا البيت بيلاقوه فعلا لابس لبس العريس، وعشان تنتقم منه بتلبس فستان العروسه. ولما العروسه بتقول انت بتعملي ايه ده فستاني، بتقفل عليها الباب وبتروح الفرح مكانها عشان تطلعه خاين قدام المعازيم. وهو بيلبسها الدبله بياخد باله من السلسله اللي على رقبتها، وبيفتكر ان دي البنت اللي ماشيه معاه ومش حبيبته، وبيشيل الطرحه وبتسلم لما بيشوف انها هي، وبيعمل نفسه ما يعرفهاش وبيقول انت مين، وبتفضل تشتمه قدام المعازيم وبتسرق منه الدبلتين وبتطلع تجري، وبيقول للخدام امسكها بس بيحدف عليه صينيه وبيقول له يا خاين، وبيطلعوا يجروا.